Welcome to Mr. Arish channel. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود عمر مستر عريش، والفيديو ده طالع من السعودية. من السعودية إيه؟ إسماعيلية، من الإمارات. أيوه، أنا جيت الإمارات. أنا بشتغل في إيه؟ بشتغل في الفنادق. استنى أظبط لكم نفسي كده. بشتغل في الفنادق. هقول لكم إن شاء الله الدنيا هنا عاملة إزاي. في شغل ولا لأ؟ من ناحية في شغل، هو في شغل. أنا بشتغل في الفرونت أوفيس. أنا سوبرفايزر، اولموست سوبرفايزر في مصر، فرونت ديسك. بس لما جيت هنا لقيت شغل ايجنت، لسه انتري ليفل. ده بسبب ايه؟ ان انا مش كواليفايد؟ لا، مش الموضوع مش كده. الموضوع ان هنا في حاجه اسمها الاكسبيرينس بتاع البلد. الدنيا هنا مختلفه تماما عن مصر، ومعظم الفنادق اللي هنا يعني هوتيل بيزنس. مفيش بقى، مش بيتش وحمامات سباحه وكده. لا، هو بيبقى تاور في نص المدينه، او قريب من الباشا دوت برج خليفه. فهنا الفنادق البيزنس اكتر من الفنادق اللي هي البيتش فرونت والكلام دوت. مرتبات عامله ايه في الامارات، في دبي بالتحديد؟ بتبدا من 1800 درهم، يعني سيرفيس تشارج وكلام من ده، وحلويات، شويه حلويات، يعني ماكسيموم 3000. ده طبعا بيوفر لك سكن، اكل وشرب، انشورنس، ترانسبورتيشن، طيران كل سنتين، ذهاب وعودة للهوم كانتري، يعني مثلا مطار القاهرة ومطار اسكندرية. مفيش طبعا غردقة والكلام دوت. بالنسبة بقى للناس اللي عايزة فلوس سريعة، أنا صراحة محتاج دبي عشان خاطر الفرص في دبي. كان ممكن يجيلي فرصة سريعة يعني، أو بمعنى أصح ممكن هنا الدنيا مفتوحة، ممكن تلاقي حاجة بعد سنة، بعد شهور، حاجة أفضل، أو تعمل علاقات. فلوس فين أكتر؟ مش في دبي. يعني مثلا انت لو اشتغلت في الشارقة، ممكن تاخد من 4.5 ل5 كله، بالباكج كله، بالسيرفيس تشارج، بالتب، بالكلام دوت. 5000 درهم. واحسن سكن هناك هتاخد استوديو ب2000 درهم، يعني يتبقى معاك 2500، 3000 درهم. يعني ممكن تجيب المدام بتاعتك معاك. هنا هتاخد ماكسيمم كل حاجة على بعض 3000 درهم. علشان خاطر طبعا تاخد سكن لوحدك، مش هيدوك هما بدل سكن. ف علشان تاخد سكن مثلا غرفة ماستر، تقعد فيها انت بقى وصاحبتك، انت ومراتك، انت وخطيبتك لسه، وهتقعدوا في اوضه واحده، مش مشكله. حبيب قلبي دوت ب4500 درهم، والمطبخ هيكون شيرنج مع حد تاني، مع اوضه تانية مثلا. عشان تاخد استوديو اقل حاجه بيبدا ستارت من 5500 درهم. يعني انت عايز مرتبك مرتين عشان تسكن بس. هي لو بتشتغل، او مثلا صاحبتك لو اوروبيه او كده، السالري بتاعها هيبقى اكتر من السالري بتاعك، وهتساعدك، وانتوا بتحبوا بعض وعايشين الحياه اللي هي كده، ماشي، ممكن تتوفق في دبي. بس انا ما انصحش اي حد. مثلا لو انت سنجل، تعالى دبي، هتعمل فلوس حلوه وهتكبر بسرعه ان شاء الله، والدنيا هتظبط معاك. بس الامارات التانية فيها شغل برضو، و... والدنيا هناك ارخص. بالنسبة أنا لقيت شغل في قد إيه. أنا مثلا جيت هنا الحمد لله يوم 7/1/24. عملت انترفيو يوم 17، بعد 10 أيام. أنا رفضت العرض كان كويس جدا، بس من غير اكوموديشن، مش في دبي. وده صراحة كان غباء مني، عشان خاطر أنا مثلا عايز صاحبتي مثلا هنتجوز أو كده، فغباء مني. لقيت شغل تاني في دبي. عملت انترفيو يوم 19، قابلت رومز ديفيجن، قابلت جي ام والاتش ار، وقابلت كل الناس في يوم واحد. فانا عرفت ان انا كده اتقبلت الحمد لله. وبعتوا لي بعدها بيوم قالوا لي سيلكتد، وبعدها باسبوع قالوا لي هنبعت لك ايميل علشان خاطر يعني مثلا نبعت لك الاوفر ليتر بتاعك. بعدها باسبوع او حاجه بعتوا لي الاوفر ليتر. كان حوالي يوم 27/1. بعدها ب8 ايام، 27/1،
قالوا لي بعد ما عملت كتبت الاوفر ليتر ومضيت على العقد المبدئي دوت، قالوا لي ان احنا مش هينفع نديك السكن او مش هينفع نديك نخليك تشتغل غير لما يطلع لك الفيزا بتاعتك او تصريح العمل الورك بيرميت. قلت لهم اوكي تمام. امتى؟ قالوا لي يوم 1/2 هنبدأ في الإجراءات دي، وبتاخد من أسبوع ل20 يوم عمل. يعني مثلا الجمعة مبيتحسبش، مش عارف بقى السبت هنا أجازة ولا إيه، بس أنا أعرفه هنا إن السبت والحد أجازة لل HR في كل الشركات. أعتقد ال HR أجازة يوم السبت والحد. النهاردة الفيديو دوت إحنا 5 أو 6/1 أعتقد، والله ما فاكر. النهاردة 6/1. لسه ما كلمونيش. كلمتهم يوم 1 قلت لهم انا كده المفروض هدفع شهر كمان. السكن هنا قاعد في بارتيشن لوحدي 1300 درهم. لو عايز تقعد في شيرنج هتلاقي ب600، بس انا صراحة ما برجحش الموضوع ده خالص. الشيرنج انت مش هتعرف تفكر ومش هتعرف تبعت ايميل ولا تعمل اي حاجة. هتحس نفسك قاعد وسط ناس انت متعرفهاش، الله اعلم بقى انت هتقعد مع هنود ولا ايه، وريحة وحشة وحوارات كده. فانا الحمد لله ربنا كرمني بشقة فيها بارتيشنات كتير، فيها فوق 10 12 ولا اكتر كمان، بس الشباب كلهم مصريين وعرب وحاجة محترمة. يعني كل حاجة نظيفة، في حد بيجي ينظف كل يوم. البارتيشن متر في متر، بس في تلاجة وفي سرير، وهو ده اللي انا محتاجه. انت محتاج انترنت موجود، بس انت مش محتاج حاجة تاني. فانا ما رجحش ان انت تقعد شيرنج، الموضوع هيبقى متعب معاك. فقلت لهم قلت لهم قلت لهم ان انا مثلا المفروض هدفع 1300 درهم للسكن، او قلت لهم هدفع الايجار بتاعي. فدخلوني السكن قالوا لي لا، يعني عشان تبقى عامل حسابك ان انت هنا مش هتاخد السكن غير لما يطلع لك الورك بيرميت بتاعك او تصريح العمل. انا ممكن يكلموني خلال 3 ايام ان شاء الله. ايه تاني بالنسبه للايجار؟ انا قلت مثلا للراجل انا المفروض الايجار بتاعي يخلص يوم 4، انا همشي مثلا يوم 10 في الشهر بعد ايجاري ب6 ايام باسبوع. قال لي لا، مفيش الكلام دوت، انت هتدفع الشهر كامل. ودورت، فما تحاولش مثلا ان انت تقول مثلا ان انا هلاقي. دور، الله اعلم ممكن تلاقي. بس يعني انت مثلا لو الموضوع بالنسبه لك ايزي والدنيا بيس، فممكن تاخد شيرنج ب50 درهم في الليلة. مثلا لو كسر عليك الشهر وشغلك لسه كان أسبوع ولا حاجة، يطلع عليك 300 درهم 350 درهم 400 درهم 500 درهم، أحسن من تدفع 1300 ولا 1500 في بارتيشن لوحدك. يعني دي كانت القصة. هعمل لكم فيديوهات كتير إن شاء الله. اسألوني، أنا عندي ما شاء الله 25 سبسكرايبرز كتار جدا. فانا هعمل تشالنج زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان انا هوصلهم 35 سبسكرايبرز في اسبوع. موضوع كبير يا جماعه. فاسالوني لو عندكم اي حاجه، ان شاء الله ارد عليكم. يعني ممكن افيد حد، وممكن انا استفاد، يعني ربنا يكرمني والاقي حد يتابعني بدل ما انا قاعد لوحدي في القناه. يلا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه. Please hit the subscribe and like buttons, because that motivate me. Thank you very much indeed.